بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اهم 5 اسئلة بيتسألوا في الانترفيو اي محاسب لما تيجي تقدم في اي وظيفة باذن الله. طبعا زي ما انت عارف ان انت لما بتيجي تقدم في اي وظيفة تدخل على المدير المالي والاتش ار، بيسألوك بعض الأسئلة وبيعملوا معاك مقابلة شخصية. بناء عليها لو انت نجحت في المقابلة ديت بتتعين في الشركة، لو انت ربنا ما وفقكش في المقابلة ديت طبعا ما بتتعينش في الشركة. فاحنا جبنا لكم النهاردة أهم 5 أسئلة شائعين بيتسألوا في الانترفيو للمحاسبين، وده من لسان الناس اللي راحت انترفيو في شركات. أول سؤال هناخده مع بعض النهاردة ولازم تكون عارفه كويس: ايه الفرق بين قائمة المركز المالي والميزانية العمومية؟ طبعا انت درست في الكلية قائمة المركز المالي او لها اسم تاني ميزانية عمومية، هما الاتنين واحد. الاتنين بيحددوا الموقف المالي للمنشأة، بيقول لك ايه الفلوس اللي للشركة، وايه الخصوم او الالتزامات اللي على الشركة، وايه حقوق الملكية اللي هو رأس المال اللي الشركة بتملكه. بس في فرق بس صغير كده بين الاتنين. اول حاجة الميزانية العمومية. الميزانية العمومية هي ايه؟ الميزانية العمومية هي قائمة بتوضح الأصول أو الممتلكات داخل الشركة والالتزامات وحقوق الملكية الخاصة بالشركة، ولكن تعد الميزانية العمومية يوم 31/12 من كل عام. الميزانية العمومية لازم تتعمل يوم 31/12 اللي هو آخر يوم في السنة. يعني انت دلوقتي لو عايز تحدد الموقف المالي للمنشأة وانت النهاردة يوم 31/12، يبقى انت هتسميها في العنوان بس فوق كده ميزانية عمومية. طب لو انت مثلا في شهر 6 او في شهر 3 او في شهر 1 او في شهر 7 وعايز تشوف الموقف المالي للمنشأة، عايز تشوف ايه الفلوس اللي للشركة وايه الفلوس اللي على الشركة، يبقى في الحالة دي اسمها قائمة مركز مالي. تعال بقى ناخد تعريف كده قائمة المركز المالي. قائمة المركز المالي هي قائمة توضح الأصول أو الممتلكات داخل الشركة، برضه هي الميزانية العمومية وحقوق الملكية الخاصة بالشركة، ولكن تعد قائمة المركز المالي أي يوم من أيام السنة. بقى من الآخر لو أنت عايز تشوف إيه الوضع المالي للمنشأة في أي يوم من أيام السنة هتسميها قائمة مركز مالي. لو أنت يوم 31/12 وعايز تشوف الموقف المالي للمنشأة، يعني إيه كلمة موقف مالي؟ يعني إيه الأصول اللي الشركة بتملكها؟ يعني إيه الخصوم أو الالتزامات الفلوس اللي على الشركة؟ ده اسمه الموقف المالي للمنشأة. لو أنت عايز تعرف الكلام ده يوم 31/12 يبقى اسمها ميزانية عمومية، إنما لو في أي يوم من أيام السنة يبقى اسمها قائمة مركز مالي. تاني سؤال هناخده مع بعض: ما الفرق بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي؟ في فرق بين الاتنين؟ في فرق بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي. المصروف الإيرادي من اسمه مصروف إيرادي، يبقى مصروف الشركة بتصرفه عشان تولد بيه إيرادات نفس السنة. بص أنا بقول إيه؟ في نفس السنة المالية اللي أنا فيه. يبقى تعالى بقى ناخد مع بعض كده المصروف الإيرادي. المصروف الإيرادي هو المصروف الذي ينتج عنه إيرادات في نفس السنة المالية وليس في المستقبل. زي مثلا مصروف الإيجار، أنا بدفع مصروف الإيجار بتاع السنة اللي أنا فيها علشان أحقق إيراد السنة دي. مصروف الكهرباء، مصروف الأجور، يبقى أي مصروف أنت صرفته في خلال السنة اللي أنت فيها وتولد عنه إيرادات يبقى ده اسمه مصروف إيرادي. طب المصروف الرأسمالي عكسه بقى، هو مصروف أنا بصرفه بس الفوائد بتاعته أو المنفعة أو الإيرادات بتاعته بتكون في المستقبل مش دلوقتي. تاني حاجة بقى تعال ناخدها مع بعض: المصروف الرأسمالي. المصروف الرأسمالي هو المصروف الذي لا ينتج عنه إيرادات في نفس السنة ويكون فوائده في المستقبل. يعني أنا بدفع مصروف بس ما باخدش المنفعة بتاعته في نفس السنة اللي أنا فيه. يعني أنا ممكن أدفع مصروف في سنة 2020 بس أخد منفعته في 2021، يبقى ده اسمه مصروف رأس مالي. زي إيه الكلام ده؟ حملات الإعلانية. في شركات بتعمل حملة إعلانية لمدة 3 سنين وبتدفع تمنها مثلا 100,000 جنيه. هل ال100,000 جنيه دول خاصين بالسنة اللي أنا فيها بس؟ لأ، ده خاصين ب3 سنين اللي هم 2020 و2021 و2022. المصروف اللي أنا حسبته في 2020 ده اسمه مصروف إيرادي لأن يخص السنة اللي أنا فيها. طب المصروف بتاع 2021 و2022 هسميه أنا بقى كمحاسب مصروف إيه؟ رأس مالي، لأن ده ما بيخصش السنة اللي أنا فيها. ثالث سؤال هناخده مع بعض: ما الفرق بين المخصص النقدي والاحتياطي النقدي؟ السؤال ده مهم جدا، ومفيش أي شركة في الدنيا ما بتعملش مخصص أو احتياطي. فعلى طول المدير المالي لما بيجيله محاسب جديد عايز يشتغل في الشركة بيسأله الأول السؤال ده، بيقول له إيه الفرق بين المخصص النقدي والاحتياطي النقدي؟ خدوا بالكم من السؤال ده مهم جدا. أول حاجة المخصص النقدي
هو استقطاع جزء من صافر لمواجهة الخسائر أو الربح الغير المحقق خلال السنة المالية، وكتب لك بين قوسين كده أي المدى القصير. مثال على ذلك مخصص الديون المشكوك فيه. يعني إيه بقى الكلام ده؟ لو أنا دلوقتي ببيع بضاعة بالآجل، ببيع لعميل بضاعة للآجل، بعت للعميل ده بضاعة ب100,000 جنيه، بس ال100,000 جنيه دول أنا شاكك، يعني معرفش، ممكن يجوا وممكن ما يجوش، فدي اسمها في المحاسبة ديون مشكوك فيها أو مشكوك في تحصيلها. فأنا في الحالة ديت لازم أعمل للفلوس دي مخصص. عارف ليه؟ افرض دلوقتي العميل اللي أنا بعتله البضاعة دي ما جابش الفلوس اللي عليه، يبقى أنا دلوقتي هيأثر على رأس المال، لأن دي فلوس إحنا شغالين بيها في الشركة، ما ينفعش إن هي تضيع. فأنا دلوقتي بعمل إيه؟ بخصص لها جزء من الأرباح. إزاي بقى؟ بروح على صافي الربح آخر السنة، باخد منه ال100,000 جنيه دول بسميهم مخصص ديون مشكوك فيه. عارف ليه؟ علشان أظبط ال100,000 جنيه اللي العميل خد بيهم البضاعة وما دفعهمش، فدي اسمها مخصص ديون مشكوك فيه. يبقى المخصص النقدي هو استقطاع جزء من صافي الربح لمواجهة الخسائر أو الربح الغير محقق في السنة. تمام؟ طيب ايه الفرق بقى بين الاحتياطي؟ الاحتياطي برضه هو استقطاع جزء من الأرباح، هو برضه، بس لمواجهة متطلبات التوسع في المدى البعيد. يعني احنا دلوقتي كسبنا 1,000,000 جنيه السنة دي، رحنا جايين شايلين منهم كده في جنب 200,000 جنيه علشان عايزين نعمل توسعات في المستقبل، عايزين نكبر الشركة، عايزين نشتري حتة أرض جنبنا فنعمل توسعات. يبقى أنا بنعمل منين؟ من الاحتياطي. يبقى ملاحظ حاجة؟ المخصص والاحتياطي الاتنين بستقطع جزء من الأرباح، صح؟ بس خلي بالك، المخصص ده بستقطع جزء من الربح عشان أعادل بيه حاجة تانية أو أعوض بيه حاجة تانية أنا محصلتهاش. إنما الاحتياطي بشيل جزء من الأرباح علشان إيه؟ أوسع على نفسي. إيه الهدف الأساسي بقى أو الهدف الرئيسي من المخصص النقدي والاحتياطي؟ طبعا في مبادئ للمحاسبة اسمها المبادئ والمعايير المحاسبية. في مبدأ من ضمن المبادئ ديت اسمه مبدأ الحيطة والحذر. هو ايه مبدأ الحيطة والحذر؟ ان انت دلوقتي المثال اللي انا قايله من شوية، لو احنا دلوقتي بعنا بضاعة لعميل ب100,000 جنيه، بس احنا شاكين ان العميل مش هيجيب الفلوس دي، فاحنا بنطبق مبدأ اسمه مبدأ الحيطة والحذر، ان انا بستقطع جزء من الارباح علشان الراجل لو ما جابش الفلوس اللي عليه، يبقى انا بعمل ايه في الحالة ديت؟ بعوضهم من ارباحي علشان ما اجيش ناحية رأس المال، لان خلي بالك رأس المال اللي انت بدأت بيه المشروع ما ينفعش يقل. السؤال الرابع اللي هناخده النهارده ما هي انواع الحسابات، والسؤال ده في منتهى الأهمية. طبعا لو تفتكر انت كنت بتاخده في سنة أولى كلية. الحسابات 3 أنواع. أول حسابات اسمها حسابات حقيقية، تاني حاجة اسمها حسابات شخصية، وتالت حاجة اسمها حسابات وهمية. أول نوع من الحسابات اللي هي الحسابات الحقيقية، تعالى كده نشوف تعريفها. هي حسابات بتعبر عن شيء حقيقي ويمكن جرده، مثل الآلات والأراضي والمباني والمخزون والنقدية. أنا دلوقتي متسجل في حسابات الشركة إن في آلات ب1,000,000 جنيه، أنا فعلا هنزل الشركة تحت أو المصنع وهشوف الآلات اللي تساوي 1,000,000 جنيه، يبقى أنا يمكن جردها. تاني حاجة الأراضي والمباني، الشركة دلوقتي كاتبين في الميزانية إن في أراضي ب2,000,000 جنيه، أنا يمكن جردها، شيء حقيقي ملموس، ممكن أنزل وأقدر أشوفه إن في أراضي فعلا وفي مباني ب2,000,000 جنيه. تاني حاجة النقدية، لو إحنا مسجلين دلوقتي في النقدية 1,000,000,000 جنيه، أنا فعلا ممكن أفتح الخزنة وأعد ال1,000,000,000 جنيه اللي متسجلين فين؟ في النقدية. يبقى دي اسمها في المحاسبة حسابات حقيقية، هي من الآخر الحسابات الملموسة اللي أنا بقدر أعدها أو بقدر أعمل لها جرد. تاني حاجة اسمها حسابات شخصية. حسابات شخصية ديت بقى بتبقى التعاملات بين الشركة والأطراف التانية. زي إيه بقى؟ أول حاجة أشخاص حقيقية مثل العملاء والموردون. بمعنى لو إحنا دلوقتي عندنا شركة بتتاجر في الأدوية، والشركة بتاعتنا اللي بتتاجر في الأدوية ديت باعت بضاعة للعميل أحمد. أحمد ده شخص، صح؟ بعنا له بضاعة ب100,000 جنيه وما خدناش منه ال100,000 جنيه، يبقى بفتح حساب عندي في الشركة اسمه حساب العملاء بين قوسين أحمد. يبقى ده حساب حقيقي ولا شخصي؟ تمام، ده حساب شخصي. تاني حاجة المورد. هو مين المورد ده؟ المورد اللي بيجيب للشركة بضاعة بالآجل. احنا بنشتري بضاعة من المورد محمد، فاحنا بنفتح حساب عندنا في الشركة، حساب الموردون باسم المورد محمد. تمام، يبقى ده حساب ايه؟ شخصي. تاني حاجة حسابات أشخاص اعتبارية. يعني مين الشخص الاعتباري ده؟ الشخص الاعتباري هي الشركات والمؤسسات. بمعنى لو احنا دلوقتي شركتنا بتتاجر في الأدوية زي ما أنا قلت لك من شوية،
وشركة الأدوية بتاعتنا دي بتتعامل مع شركة تانية، يعني بتتعامل مع كيان تاني، ما بتتعاملش مع شخص. عارف الكيان التاني ده أو الشركة التانية بنسميه في المحاسبة إيه؟ شخص اعتباري. يبقى الشخص الاعتباري هي شركة أو مؤسسة، إنما الشخص الحقيقي هو شخص راجل. تمام؟ ده تاني نوع من الحسابات. تالت نوع من الحسابات اللي هي الحسابات الوهمية. هي إيه الحسابات الوهمية؟ هو في حاجة في المحاسبة أنا بسجلها وبتكون حساب وهمي؟ يعني معنى كده إن هي ملهاش جرد ومش ملموسة وما أقدرش أشوفها بعيني. تعالى كده نشوف تعريفها الأول. يطلق عليها الحسابات الاسمية، يعني اسم وخلاص، ولا يمكن جردها ولا يمكن التصرف فيه. زي إيه؟ المشتريات. لو أنا دلوقتي متسجل في حساباتي إن في مشتريات ب100,000 جنيه، هي البضاعة اللي احنا اشتريناها ديت بتخش فين؟ المخزن. والمخزن ده حسابات حقيقية، إنما كلمة المشتريات اللي جنبها 100,000 جنيه ده حساب وهمي. عارف يعني ايه حساب وهمي؟ أنا فعلا اشتريت بضاعة ب100,000 جنيه، بس أنا ما عنديش حاجة أمسكها بإيدي اسمها مشتريات ب100,000، لأن البضاعة اللي أنا اشتريتها ب100,000 ديت دخلتها في المخزن. يبقى المشتريات اسم بس وخلاص، ده حساب وهمي، إنما المخزون ده حساب حقيقي. تاني حاجة كذلك المبيعات. وانا لو جيت دلوقتي قلت لك انا بعت بضاعة ب100,000 جنيه، انت ممكن تمسك ال100,000 جنيه دول بايدك، او ان انت تمسك كلمة المبيعات دي بايدك؟ لا. ما انا لو بعت بضاعة ب100,000 جنيه يبقى انا باخد فلوس، خدت في ايدي 100,000 جنيه. اللي انا خدته في ايدي ده بقى حطيته في النقدية. النقدية حساب حقيقي، بس كلمة مبيعات ذات نفسها ده حساب وهمي. هو مكتوبة في الحسابات عندنا بس دي حاجة اسمها حسابات وهمية. تاني حاجة المصروفات. المصروفات لو أنا دلوقتي صرفت فلوس، يعني أنا صرفت 100,000 جنيه مصروفات أجور مثلا، ما الفلوس اللي أنا صرفتها ال100,000 جنيه دول اتصرفوا من النقدية، صح؟ اللي هي الخزنة يعني. طب دلوقتي الخزنة ده حساب حقيقي، فعلا أنا ممكن أنزل الخزنة وألاقي ال100,000 جنيه اللي اتصرفوا. بس كلمة مصروف ذات نفسها ده حساب وهمي ولا حقيقي؟ تمام، ده حساب وهمي. وكذلك برضو الإيرادات زي المبيعات طبعا، والمصروفات زي المشتريات. وطبعا لو طرحت الإيرادات من المصروفات يديك الأرباح أو الخسائر. يبقى خلي بالك بقى، عشان في الانترفيو المدير المالي بيسأل السؤال ده، يقول لك إيه هي الحسابات الوهمية وقول لي معناها أو شرحها من وجهة نظرك. تقول له الحسابات الوهمية هما 5 حاجات: مشتريات، مبيعات، مصروفات، إيرادات، أرباح أو خسائر. آخر سؤال هناخده مع بعض: ما هي طرق وسياسة المخزون؟ طبعا طرق وسياسة المخزون لا غنى للمحاسب عنها، وطبعا مفيش أي شركة في الدنيا مش هتسألك في المخزون أو طرق المخزون. طرق وسياسة المخزون في طريقتين: في طرق تقييم المخزون وفي طرق تسعير المخزون. خلي بالك، تقييم غير تسعير، وأقول لك إيه الفرق بينهم دلوقتي. أول حاجة طرق تقييم المخزون، أنا بقيم مخزون آخر المدة. هو إيه مخزون آخر المدة ده؟ المخزون اللي اتبقى في المخزن عندي وما اتباعش اسمه مخزون آخر المدة. يبقى طرق تقييم المخزون هي وضع قيمة لمخزون آخر المدة بعد الجرد. بعد ما بعمل جرد في المخزن بقول اتبقى مثلا 20 كرتونة، والله الكرتونة تعمل لها 2 جنيه، يبقى هم عاملين 40 جنيه. تمام؟ دي اسمها طرق تقييم المخزون. تاني حاجة بقى طرق تسعير المخزون. طرق تسعير المخزون ده أنا بسعر المخزون عشان أبيعه. هي تحديد تكلفة البضاعة المباعة من المخزون. بمعنى أنا دلوقتي عايز أبيع بضاعة، عايز أبيع 100 وحدة مثلا. ال100 وحدة دول عايز أشوف تكلفتهم عليا كام. تكلفتهم عليا 2 جنيه، يبقى دي اسمها تسعير المخزون. أنا بسعر المخزون. إنما كلمة تقييم بتيجي مع مخزون آخر المدة، اللي هو المخزون اللي اتبقى في المخزن ما اتباعش. تعالى أول حاجة ناخدها مع بعض طرق تقييم المخزون. طرق تقييم المخزون: يتم جرد المخزون في نهاية السنة المالية ومطابقته بسعر السوق، ويتم أخذ قيمة التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. ركز كده معايا، أنا بقيم مخزون آخر المدة وبديله قيمة، وبعدين بقارنه بسعر السوق، بشوف اللي زيه بره في السوق يعمل كام، وباخد التكلفة أو السوق أيهما أقل. لا، تعالى ناخد مثال كده علشان نفهمه أكتر. لو أنا جيت دلوقتي قلت لك بفرض إن تكلفة مخزون آخر المدة اتبقى عندنا في المخزن بضاعة عبارة عن 1000 وحدة، وتكلفة الوحدة الواحدة احنا عملنا لها تقييم 3 جنيه، يعني واقفة عنا ب3. يعني البضاعة دي كده واقفة عنا بكام؟ 1000 في 3 ب3000 جنيه. بس سعر السوق بره 2.5. البضاعة دي دلوقتي سعرها في السوق قل 2.5. طب أنا دلوقتي لما أجي أقول أنا عندي بضاعة موجودة في المخزن ما اتباعتش، هل ب3 ولا 2.5؟ لا، 2.5.
عارف ليه؟ لأن في المحاسبة طريقة بتقيم بيها المخزون التكلفة أو السوق أيهما أقل. طبعا الكلام ده بيتطبق على مخزون آخر المدة بس، اللي هي البضاعة اللي ما اتباعتش بس. تعالى بقى نحل كده. يبقى التكلفة طبعا عاملة 3000 وسعر السوق عامل 2500. طبعا ال 3000 دي جت ازاي؟ اللي هي 1000 في 3 وال 2500 اللي هي ال 1000 في 2 ونص. طبعا في الحالة ديت أنا دلوقتي مكلفه 3000، بس المخزون ده دلوقتي سعره هبط في السوق بره ب 2000 ونص. يبقى أنا دلوقتي القاعدة بتقول لي إيه؟ التكلفة أو السوق أيهما أقل. يبقى دلوقتي أقيمه بكام؟ ب 2500. يبقى أنا دلوقتي هقول أنا عندي بضاعة في المخزن تساوي أو واقفة عليا 2500 مش 3000 بقى. تمام؟ أنا باخد أقل واحد فيهم. دي طبعا طرق تقييم المخزون. السؤال اللي بعد كده طرق تسعير المخزون. هي ايه طرق تسعير المخزون بقى؟ اتفقنا انا بسعر المخزون اللي انا هبيعه. يتم تحديد تكلفة البضاعة المنصرفة من المخازن، وفي 3 طرق لتسعير البضاعة، وهم ايه بقى؟ وطبعا كلية تجارة مشهورة بيهم، ومفيش اي طالب في كلية تجارة ما يعرفش فايفو ولايفو ودبليو اي. طبعا فايفو اختصار بالانجلش لفيرست ان فيرست اوت، يعني الوارد اولا صادر اولا. ولايفو اختصار للاست ان فيرست اوت، يعني الوارد اخيرا صادر اولا. والدبليو ايه اللي هي طريقة المتوسط المرجح. وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو شرح ال3 طرق دول، فايفو ولايفو ودبليو ايه، لان لازم هتشتغل بيهم. بتاخدهم في الكلية في اولى وفي تانية وفي تالتة وفي رابعة، ولما بتتخرج ان شاء الله بتشتغل بال3 طرق دول، مهمين جدا. تعالى كده اول طريقة. بس قبل ما ادخل على اول طريقة، احنا اتفقنا ان ال3 طرق دول بيسعروا المخزون اللي انا هبيعه. انما الطريقة التانية اسمها طريقة تقييم المخزون، ان انا بقيم المخزون اخر المدة اللي اتبقى في المخزن. دي اسمها طرق تسعير المخزون. اول طريقة اسمها طريقة فايفو. طريقة فايفو اسمها طريقة الوارد اولا صادر اولا، ويتم تسعير البضاعة المباعة بأقدم الأسعار. لو تفتكر طريقة فايفو كنت بسعر البضاعة من فوق لتحت، باخد القديم الأول بعدين الإيه؟ بعدين الغالي. يتم تسعير البضاعة المباعة بأقدم الأسعار، وتقييم مخزون آخر المدة بأحدث الأسعار. طبعا بيكون بينهم علاقة عكسية على طول، وهعمل إن شاء الله فيديو هشرح ال3 طرق دول. تاني طريقة اسمها طريقة لايفو. طريقة لايفو اللي هي اسمها طريقة الوارد أخيرا صادر أولا. الوارد اللي أنا بشتريه في الآخر بصادر ببيعه الأول. يتم تسعير تكلفة البضاعة المباعة بأحدث الأسعار بالغالي، بس تقييم مخزون آخر المدة بيكون بأقدم الأسعار. طبعا اللي أنت بتبيعه عكس مخزون آخر المدة على طول. طريقة المتوسط المرجح بيتم تسعير البضاعة المباعة بسعر متوسط. يعني ايه بسعر متوسط؟ بجيب سعر وسط بين الاتنين، وتقييم مخزون آخر المدة برضو بسعر الايه؟ بسعر متوسط.